قبل ما تكمل اسأل نفسك سؤال واحد: هو الشخص ده بيخليك تحب نفسك أكتر ولا كل يوم بيخليك تشك إنك مش كفاية؟ لأن أخطر علاقة مش اللي فيها خلافات، أخطر علاقة هي اللي تسرق ثقتك بنفسك بهدوء لحد ما تلاقي نفسك بتعتذر على حاجات ما عملتهاش وبتغير من نفسك عشان ترضي شخص عمره ما هيكون راضي، وبتقنع نفسك إن المشكلة فيك. الحقيقة إن الإنسان اللي يقدرك عمره ما يخليك تحس إن قيمتك مرتبطة بمزاجه أو اهتمامه أو وجوده. افتكر دايما إن الحب الحقيقي بيخليك أقوى مش أضعف، بيخليك مرتاح مش عايش في قلق مستمر. ولو لقيت نفسك كل يوم بتسأل أنا عملت إيه غلط، أو هو ليه اتغير، أو يمكن أنا السبب، يبقى لازم تقف مع نفسك، لأن قيمتك مش حاجة حد هيديها لك أو يسحبها منك. قيمتك موجودة سواء حد شافها أو لأ. وما تفضلش متمسك بعلاقة كل يوم بتكسر جزء منك، لأن اللي يستحقك مش هيخليك تشك في نفسك، هيخليك متأكد إن وجودك في حياته مكسب مش عبء. افتكر، خسارة علاقة بتقلل منك أهون بكتير من خسارة نفسك وانت بتحاول تحافظ عليها.